الكابل طلع اوه ايه احمد ده جامد جدا تحفه، قال لي عندك اي حاجه؟ قلت له لا تحفه خلاص بس طبعا بس كده. هو عامه الايتمز المتبعتره دي حلوه جدا. هو يتبعت لي بيقول لي ممكن تقولي كده ايه الاسلحه المستخدمه في الروايه دي؟ اسلحه بس كده علالي ورقه وقلم وكتير معاك ظابطه حتى، يعني ظابط نوع البندقيه بالظبط، ظابط نوع المسدس بالظبط، يعني اللايك ديتيلز عامه يعني. والمسدس ده اصلا لوحده ليه قصه، فلازم يبقى مظبوط في الاخر من الاخر بجد. مش اي كلام. الايتمز الكتير دي لطيفه. واحمد عاطف مجاد كمان هو فنان، يعني هو اللي بيعمل حاجات بتاعه الجونه ومهرجان القاهره وبوسترات افلام وكده، فهو حد في الشغلانه قوي. تمام. لا هو عامه يعني. الغلاف بتاع دليل جدتي الايتمز بتاعته الصغيره دي بصراحه بحبه كويس يعني تحفه. انا بحب كله حتى باللوجو بتاع الجده. ايوه بطريقه ان هو حاجه قديمه فكأن الكلام ممسوح. انا اصلا الدايره اللي عليها اللوجو دي جت في دماغي الكوينز القديمه بتاعت زمان الانتيكس، يعني بصراحه ده اللي جه في دماغي. طب الاسم بقى بما ان احنا بنتكلم على الغلاف، الاسم جه منين بتاع دليل جدتي تحديدا؟ يا جماعه يا لهوي ده اصعب اسم جه في عمري. اوكي انا مش هتعب في تسميه اطفالي كده بجد. انا يعني اول مولود مش هتعب في كان ليها اسم تاني قبل الاسم ده؟ اسم واحد. طب قولي لنا بقى ايه لسه الاسماء. انا في روايات عندي احيانا بيبقى اسمها حاضر وانا بكتبها، في روايات ممكن اثناء كتابتها اغيرها كذا مره، في روايات ببقى انا يعني الدرافت بتاعها على اللابتوب اسمه اسم مؤقت عشان مش عارفه ده اسم. لوز مور دي انا غيرت اسمها قبل ما ابعتها لنشا مثلا باسبوع. اوكي. كان اسمها حاجه ثانيه، كان هقول لك كان اسمها ايه، اوكسيتوسن. اوكي. لا اسمه ميتوكوندريا، ده كان اسمها. جايه لي في حتتي يعني ايه ثانيه بس بالظبط جايه لي في حتتي. بعد كده جيت قلت ايه مش عارفه اقراه اصلا. ده حقيقي، ولو قراه مش هيلزق في دماغه ومش هيعرف ايه دي اصلا. ما هو بيبقى مصلحه انك ما تعرفش هي ايه، بس هو انا الروايه جايه غالبا محدش هيعرف ايه. بس الاسم ده مش خفيف يعني. الروايه الجايه محدش هيبقى فاهم ايه معنى. وانا ليه حاسس ان هي كانت بتكتب معاك الروايه بس ما تهز في دماغها اللي هو هي عارفه كل حاجه تجاه ليه. هي برضو يا جماعه يعني هي عندها مصدر معلومات تاني غيري. ده حقيقي. هي في حاجات عارفاها قبلي اصلا خدي بالك من الانبوكس بتاعك بقى عشان لا يعني معانا في التيم فاهم، معانا في التيم فهي اكتر مني. اوكي. فدليل جدتي مثلا انا قعدت اول مسميها قلت هسميها ايه، عائله شرف الدين. قلت ايه التخلف ده بما ان هي كلها بتدور في عيله. قبل عائله شرف الدين مش عارفه فضلت انا واختي كتير بنفكر وانا وماما وبتاع وما فيش، رحت بعت الاستاذ سيف سلماوي في دار الكرمه فقال لي تمام غير الاسم. حلو جدا. قلت له طب ما تفكر معايا طيب في اسم في مش عارف لا انت هتجيبيها لوحدك. طب ما تديني هتجيبيها لوحدك. اوكي. قعدت مثلا الناس دي جميله قوي. لا هو عامه السيف عنده الحته دي، يعني انا بحب قوي. هو بيبقى عنده هو واثق فيك وعارف انت ممكن تجيب حاجه حلوه، واكيد انت اللي عامل العمل اكيد هتعرف تجيب حاجه احسن من مجرد حد استقبله او اقرا، هتبقى انت عارف الموضوع اكتر. فعملت اجتماع طارئ عندي في العيله وقعدنا مع بعض. طب يا جماعه نسميها ايه قعدت شويه قلت اسميها ايه الحوت الاسود، قلت اسميها بطن الحوت. الحمد لله اتعمل دلوقتي اسمه بطن الحوت الحمد لله ما سميتهاش كده. تمام. فضلت بقى حاجات كلها تدور عن الاكتئاب. اوكي. فراح في النهايه سيف قال لي لا دونت، قال لي ما تخليهاش اسم كئيب. اوكي. قال لي فكري في اسم ساركاستيك. قال لي انت الروايه محتواها كئيب بس كل الكاركترز بيتكلموا بطريقه ساركاستيك وفيها يعني الساخر بطريقه ساخره وفيها اللي هي الكوميديا السوداء في طريقه الكلام، ودي البصمه بتاعتك عامه في الكتابه فكره الكوميديا السوداء. قال لي فالروايه دي فكري لها في اسم يكون بيضحك وفي نفس الوقت كريبي. فضلت افكر كده قلت ايه جد نصرة بتقول كلمة أوغاد كتير فأنا هقول حاجة فيها ليها علاقة بالأوغاد. في نفس الوقت أنا عايزة الرواية تفضل مركزة على نقطة الجريمة فكتبت الكلام اللي ليه علاقة بالجريمة، قتل اغتيال انتحار مش عارفين كلام كده ورا بعض وكلمة أوغاد موجودة. كده فكرت الجدة هي اللي بتنقل لهم الموضوع فيبقى ده هي جدتي قتل أوغاد. بما انك كنت قبل كده اكيد كنت بتروحي معرض كتاب وانت صغيره وقبل ما تكتبي خالص ودلوقتي بتروحي وانت كاتبه بتستمتعي بيه اكتر بقى كقارئه ولا ككاتبه؟ لا ككاتبه الصراحه ابقى كدابه قلت كقارئه ابقى كدابه والله. هو كقارئه عشان بيبقى فيه ديسكاونتس حلوه فده الحلو اصلا كده بشتري كتب عادي في اي وقت. فهو جمال المعرض ان في كتب بلاقيها ارخص كتير وبتاع بس طبعا ككاتبه ليه قصه تانية بحس انه فرحي فما جايه بتجوز مره كل سنه. لا بيبقى طبعا الموضوع مختلف. دي بنفيت دي مستحيل حد يحس ان هو بيتجوز كل سنه طبعا
لا الموضوع مختلف يعني. طبعا الاول كنت بتبسط اروح بقى اشتري الكتب ومش عارف مين وماما معايا كام ده من وانا في كي هي حلاوه البدايات بس خلاص الموضوع بينتهي عندي او الموضوع بينتهي عندي. لكن لما بروح بحس اكشلي لا كمان مش بحس والله ان هو فرح، بحس عارفه انه اسبوع ابنك، لان بتبقى الروايه انا بقالي كتير شغاله عليها فدلوقتي انا شايفاها. انا اصلا بشوف الروايه اول يوم هو يوم المعرض، ما بتبقاش عندي قبل المعرض، فانا بشوفها زي القراء. انا بقى بشوفها مره واحده في ايد الناس، الناس جايين عايزينك توقعي عليها، الناس جايه تسالها، في ناس ما تعرفنيش بالشكل فبسمعوا مثلا هما بيتكلموا مع بعض عن الروايه ايه، ودي بتحصل كتير في المكتبات. وده البست اوف بوث وورلدز، انت تبقى معروف كاسمك مش معروف كشكل. لو انا مشيت في الشارع بالبيجامه محدش هيقول حاجه عادي، محدش هيعرفني. فبتبسط قوي بقى بيبقى ابني قدام عينيا، فلا بيبقى لا ككاتبه اكيد ابقى كدابه لو قلت العكس. ابقى كدابه لو قلت انا ما بحبش حد يعرفني، ما بحبش حد يقول لي ببسط. لو سمحتوا اللي يشوفني في الشارع يسلم عليا، انا ببسط جدا.